حتى اخر رحله ليا عملتها قبل ميعاد البونص بدقيقتين، يعني كان في فاضل دقيقتين والبونص ميعاده يعدي. يعني بص انا بداتها الساعه كام؟ 11:57 دقيقه، المفروض ان هو بيخلص 11:59 دقيقه، كان فاضل دقيقتين وخلصتها اهو 12 ونص. بس المشكله ان انا مش لاقي الرحله اتحسبت في البونص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة ان شاء الله جاي نشتغل على برنامج بولت. انا يا جماعة عندي بونص اللي هو ال1000 جنيه، ده كان نازل لي ان انت تعمل 20 رحلة في خلال اسبوعين، فاضل لي منهم 6 رحلات وفاضل له يومين والبونص يخلص. فقلت خلاص انزل اعمل كده ال6 رحلات وانا اولى بال1000 جنيه دي. وكمان معانا البونص اللي بيتعمل بشكل يومي، كان عندي بونص فيهم اللي هو ال5 رحلات تاخد 300 جنيه. فقلت فرصة ان انا كده كده نازل اشتغل علشان احقق البونص قبل ما وقته يخلص، ان انا كمان اعمل لك فيديو عن تجربة الشغل على البرنامج. انا عملت فيديو اللي فات عن برنامج بولت ومشكلة التحويلات، وان الناس فلوسها ما كانتش بتنزل، والحمد لله انا واحد من الناس فلوسي نزلت، والناس كلها او معظم الناس فلوسها نزلت بشكل طبيعي. يعني معنى كده الناس دي مش نصابة، وان الفلوس بتنزل، بس هم عندهم مشكلة في التحويلات بتتأخر. البرنامج ما تحسش ان هو بيبعت لك اشعارات، برنامج صامت. المفروض كده ايه؟ يقول لك ان التحويلات هتتأخر علشان بنواجه مثلا مشكلة تقنية، يعرفك اي حاجة، يبعت لك اشعار مثلا يا كابتن النهارده في بونص كذا، يا كابتن نعمل كذا. زي برنامج كريم لازم يصبح علينا كل يوم، ازيك يا كابتن وصباح الخير وعامل ايه. اوبر من وقت للتاني يبعت لك اشعارات، برنامج دي نفس الكلام. فهو تحس ان هو برنامج صامت، ما بيتكلمش في اي حاجه، ما بيفهمكش اي حاجه. يكون فاضل ايه المشكله التانيه؟ مشكله دعوه الترشيح. ناس كتير بتقول لك انا عملت دعوه ترشيح لحد من اصحابي والفلوس ما نزلتش. هو كتب لك النهارده جنب دعوه الترشيح ان انت علشان تاخد المكافاه ديت لازم الشخص اللي انت عملت له دعوه يعمل البونص الترحيبي اللي هو كان نازل له، اللي هو ايه؟ اللي ان انت تعمل 30 رحله في خلال 65 يوم. يعني اي حد سجل عن طريق الدعوه بتاعتي، معنى كده علشان انا ينزل لي الفلوس ديت ان انت تعمل 30 رحله في خلال 65 يوم. ولو انت بعت دعوه ترشيح لاي حد من اصحابك علشان الدعوه دي تنزل لك، لازم ان هو يعمل 30 رحله في خلال 65 يوم. يعني شوف اي حد بقى انت عامل له دعوه وهاته من قفاه وخليه يعمل ال 30 رحله غصب عنه. يلا كده ايه، ما نطولش فيديو النهارده ونشوف التجربه هتودينا على فين. اعمل لايك للفيديو دوت، صلي على النبي في كومنت، قول رايك في كومنت. يلا بينا. طيب تعالى كده نشوف البونص المتاح معانا. ده في يا جماعه البونص اللي هو شغال دلوقتي، اللي هو ال5 رحلات ب 300 جنيه. ده انا يعني مش هعتمد عليه قوي لان هو لحد الساعه 12 وبيطلب نسبه قبول. وكمان يعني الرحلات بتيجي من على اماكن بعيده، فان انا الحق اعمله يعني جه معايا جه ما جاش مش مهم. انا ايه يهمني البونص ده اللي هو ال1000 جنيه، فاضل لي منهم كام؟ 5 رحلات، فانا هشتغل عليهم. جت معايا ال 300 جنيه جت، ما جاتش يبقى انا بقلل في الرحلات اللي هي بتاعت البونص ده. ولحد 24 رمضان يعني خلاص فاضل له يومين، فانا النهارده احاول اعمله. بص كده دي الرحله دي رايحه فين؟ المهندسين. ايه ده؟ دي رايحه مدينه نصر. دي كده رايحه مدينه نصر. عاجبني في الرحله ان هي على بعد 3 دقايق بس. يعني انا لما بيجي لي رحله العميل قريب مني على البرنامج ده بكون عايز اعمل فرح، او الف كده من اخش شارع متحف المانيال ده، يبقى انا كده وصلت. اخلص كده الرحله واجيلكوا تاني نكمل. تقريبا دي كده اول رحله اخدها واحصل من العميل المبلغ فعلا بتاع الرحله وما يكونش معاه خصم. ده كده عميل استخدم التطبيق قبل كده وخد الخصم بتاعه. كل الرحلات اللي بتجيلي باخد نص الفلوس من العميل علشان بيكون معاه خصم. بس المشكله البرنامج يعني ان هو ما بيحددلكش النقطه اللي العميل هينزل فيها. دي بتبقى مشكله من الناس اللي ما بتعرفش تقرا بالانجليزي، او حتى بتعرف تقرا بالانجليزي بس هي جديده في الشغل. يعني المشوار ده عند 6 ستارز كاتبين ايه؟ مساكن المهندسين. طيب ممكن لو حد ما يعني بيقرا بس مش عارف، ممكن ايه يقول لك ده المهندسين، فيقبل الرحله على اساس ان هي المهندسين. اما لو انت عارف الرحله اسمها بيكون مكتوب ايه، وعندك خبره في البرامج وعارف الكلمه ديت يقصد بيها ايه والكلمه دي يقصد بيها ايه، هتكون عارف. ولكن يعني المفروض ان هم يحطوا نقطه يقول لك العميل ده هينزل في النقطه كذا، انما هو كاتب لك الاسم كده وبيسكت. ما ينفعش. يعني انا الموضوع ده بصراحه بيضايقني جدا. يعني ساعات يجيب لي مشوار مثلا العمرانيه
طب يا عم فين في العمرانية؟ ما انا عايز اعرف علشان اكون اشوف هو في السالك ولا في هيقرفني في العمرانية جوه ولا ايه الكلام. فده من ضمن الحاجات اللي هي بتضايقني في البرنامج. زائد طبعا ان الرحلات لسه بتيجي من على اماكن بعيدة. انا كده عملت كام رحلة؟ عملت كده رحلتين من ال5. فاضل لهم قد ايه؟ الساعة دلوقتي 10، فاضل ساعتين الا ربع وعامل ال16 رحلة من ال20 رحلة اللي فاضلين. طيب طبعا الفلوس بتنزل لك هنا، فرق الفلوس بينزل لك هنا. الرحلة اللي انا خدتها حصلت من العميل 18 جنيه ونزل لي باقي الحساب بتاعي في الرصيد. اما الرحلة التانية كانت 35 جنيه بالظبط. طيب تعالى كده نشوف رحلة كده من اللي عملناهم، نشوف تسعيرتها يعني كويسة ولا ايه نظامها. اهي خالد محمد مساكن المهندسين ورئاسة ستارز. الرحلة كانت 18 كيلو ب 135 جنيه صافي. ده طبعا علشان هما ما بياخدوش نسبة. طبعا كويس جدا يعني انت تاخد في 18 كيلو 135 جنيه يعني زي الفل. بلس ان انت بتعمل البونص اللي انت شغال عليه. يعني البونص ده الرحلة بتكون واقفة عليك تقريبا ب50 جنيه. فانا شايف ان انا اولى بالفلوس اللي هم منزلينها ديت اخدها ووقت ما يوقفوا بونص ساعتها بقى اشتغل على البرنامج على الرحلة الحلوة وخلاص. فيها مسهل كده، ربنا يكرم نلحق نعمل ال3 رحلات دول قبل الساعة 12 كده. انا بقالي حبة حلوين ما جاليش ولا رحلة يعني. بقالي تقريبا اهو داخل في ربع ساعة، اكتر من ربع ساعة ما جاليش ولا رحلة. ده طبعا عشان البرنامج يعني مش عامل دعاية قوية للعميل. يعني هو اللي عامله اعلان ممول على الفيسبوك. طبعا محدش هيشوف الكلام ده غير الناس اللي مهتمية قوي بالموضوع. يعني في ناس قاعدة على الفيسبوك كده ايه، بتشوف اي خصم في اي حتة، طلبات ولا خصم برنامج نقل ذكي عامل خصم، مش عارف ايه عامل خصم. في ناس قاعدة للقصة دي. اما انت المفروض تعمل دعاية اقوى من كده. ده على التلفزيون على اليوتيوب لازم تكون في دعاية قوية. انما بالمنظر ده كده مفيش الرحلات اللي تقدر تشغلك ان انت تعمل البوانس اللي انت بتنزلها لي دي. انت كده يعني ايه عاوز تنجح من غير ما يعني ايه بتقول اشغل نفسي بالبوانس ديت. الناس اللي هي عايزه تاخد البونص تفتح، والناس اللي هي مهتمه بيها بالعروض بالنسبه للعميل تروح فاتحه ايه واغطي الرحلات دي وخلاص. لا انا لازم عشان يكون البرنامج فيه شغل قوي ان انا اعمل دعايه بشكل اكبر من كده. كمان عشان احقق البونص يا عم، انت عامل لي بونص ب 500 جنيه ومفيش رحلات. طب انا عايز اعمل الرحلات دي عشان اكملها. انت عامل لي وقت اتاحه. الساعه داخله في 11 اهيت وانا لسه فاضل لي 3 رحلات. فهيرن امتى ده؟ كده اهو الساعه 11 وفاضل لي رحلتين على ال5 رحلات و3 رحلات على 20 رحله. يعني دول لو عملتهم مع دول هيظبطوا 1300 جنيه. بس هلحق بقى اعمل الرحلتين دول في الساعة يعني. بس هو يرن نلحق نعمل الرحلتين ان شاء الله. بص انا عملت اخر رحلتين بسرعة جدا. يعني حتى اخر رحلة ليا عملتها قبل ميعاد البونص بدقيقتين. يعني كان في فاضل دقيقتين والبونص ميعاده يعدي. يعني بص انا بدأتها الساعة كام؟ 11:57 دقيقة. المفروض ان هو بيخلص 11:59 دقيقة. كان فاضل دقيقتين وخلصتها اهو 12 ونص. بس المشكلة ان انا مش لاقي الرحلة اتحسبت في البونص. دي بقى المشكلة. يعني ندخل على المكافآت اهو. اهي مكتوب 4/5 بس، مع ان انا بدأتها المفروض قبل كده. فليه الرحلة ما اتحسبتش؟ بعد ده انا روحت كورنيش الوراق يعني. دي بقى مشكلة الشغل على البونص يا جماعة، ان انت بتيجي على نفسك وبعد كده ايه مش دايما بتظبط معاك. طيب ممكن برضو ايه نكمل اخر رحلة اللي هي بتاعت ال1000 جنيه. كده فاضل لي رحلة ونتابع كده معاهم على الدعم كده نشوف قصة الرحلة اللي ما اتحسبتش دي ايه. تعالى كده ندخل نبعت لهم على الرحلة دي. مثلا كانت اخر رحلة اهي.
ونقول لهم ان احنا دي كانت اخر رحلة في البونص، واحنا بدأناها في ميعادها. الحمد لله. بفتح كده المحفظة بتاعتي لقيت الفلوس بتاعت البونص نزلت. يعني كنت هزعل قوي لو ما كانتش نزلت. يعني انا بص عايز اقول لك رحت كورنيش الوراق، وانا اصلا ما بحبش اشتغل في الجنب ده خالص، فالحمد لله يعني. تعالى كده نبص نشوفه كده اهو. راجعوا الرحلة وشافوها ان هي اتنفذت في الميعاد قبل ميعاد البونص. انا كان فاضل لي دقيقتين بالظبط يعني بدأت الرحلة والعميل يعني هو بيفتح الباب بيقول سلام عليكم بدأت الرحلة. فالحمد لله ان هي كملت على خير. كده فاضل لنا الرحلة واحدة علشان نكون عملنا البونص التاني بتاع ال1000 جنيه. كده احنا امبارح خلصنا البونص اللي هو ال5 رحلات ب300 جنيه، وال6 رحلات اللي كانوا باقيين من 20 رحلة بونص ال1000 جنيه فاضل عليهم رحلة واحدة بس. يعني انا كده بصور الفيديو ده على يومين. كده كده البونص دوت اخره يوم 24 رمضان، ده اليوم اللي هينزل فيه الفيديو. فانا كده فاضل لي رحلة علشان اخد ال1000 جنيه، وفاضل يوم واحد على ميعاد البونص. فاحنا ان شاء الله خلاص معانا وقت، فهناخد رحلة كده بمزاج. مش هيكون العميل بعيد ولا اي حاجة، نشوف رحلة كده محترمة وناخدها، يبقى احنا كده عملنا عليه البونص. ربنا كرم وفتح معانا على البونص التاني تمام، ما فتحش يبقى نكتفي بالبونص اللي هو بتاع ال1000 جنيه وال300 جنيه اللي احنا خدناهم امبارح. هو بقى البرنامج مشكلته زي ما انت شايف كده، ما فيهوش الحركة اللي تخليك تفضل شغال عليه طول اليوم ما تعطلش. احنا هنا جوا يا جماعة بادئين اهو من عند زهراء مصر القديمة. مسهل كده نعمل عليه رحلة علشان نكون خلصنا. بص زي ما قلت لك الرحلة على بعد 13 دقيقة. بيجيب لك عملاء بعيد عنك، ما بيجيبلكش النقطة اللي هينزل فيها العميل. يعني بيجيب لك هو مكانه فين، بس ما بيجيبلكش النقطة اللي ينزل فيها بالظبط. بيجيب لك بس عنوان مكتوب. ده طبعا من ضمن المشاكل بتاعت البرنامج، لان انت دلوقتي بتبقى محتاج تشوف العميل اللي هينزل فين بالظبط. والناس اللي ما بتعرفش تقرا انجليزي مثلا بتبقى محتاجة تشوف على الخريطة ينزل فين. حتى لو بعرف اقرا انا برضو عايز يعني اسم الشارع دوت موجود فين، او اسم المكان ده العميل هينزل بره على الشارع ولا هينزل فين. ببقى محتاج اعرف تفاصيل الرحلة كاملة. كده احنا عملنا الحمد لله اخر رحلة على البرنامج. تعالى كده نشوف بقى ايه البونص نزل ولا لسه. اهو معمول عليه علامة صح اهو، 1000 جنيه. يلا بقى ايه نشوف فلوسنا نزلت ولا لا، دي اهم حاجة. يعني بص شممني الفلوس اول ما تلاقيني تعبت، شممني الفلوس على طول اهو. 1445 جنيه. كده احنا الحمد لله عملنا البونصين. نركنه بقى كده على جنب. جات عليه رحلة حلوة ماشي، جاي عليه بونص حلو ماشي، المهم نقفش الفلوس بتاعتنا. فده يا جماعة كان تجربة البرنامج. البرنامج كويس بس فيه كذا مشكلة. اول مشكلة ان انت ما بتشوفش العميل نازل فين. لسه ما فيش دعاية كويسة للعميل تخليك ان العميل يكون قريب منك. ما فيش كباتن كتير لسه سجلت. بالمناسبة اللي لسه مسجلش يدخل يسجل عن طريق الدعوة الترشيح بتاعتي هسيبها لك في وصف الفيديو. خلي البرنامج معاك، لقيت عليه حاجة كويسة اشتغل عليها، يعني جات عليه بونص زي دوت، انت اولى بالفلوس ديت. وسلام عليكم.